أهلا بيكم في قناة كادر 5 في 5. النهاردة هنعرض لكم أقوى 5 أفلام رعب من وجهة نظري. أفلام ملونة مليانة مشاهد مرعبة بصرياً وأشكال مفزعة هتخليك على أعصابك من أول ثانية. الفيديو ده هيخليك تحس بالخوف على أصوله، مع موسيقى تصويرية تخلي قلبك يدق أسرع. استعدوا لتجربة رعب حقيقية، مشاهد مفزعة وجو مش طبيعي يخلي كل لحظة مليانة توتر وخوف. خليك مركز واستعد، لأن كل لحظة في الأفلام دي هتخليك تعيش الرعب بشكل كامل. I'm just really scared that something bad is going to happen. إسمايل 2022، بطولة سوسان كيرت وإخراج باركر فينك. الإيرادات حوالي 217 مليون دولار عالمياً، وترتيب البوكس أوفيس في الأسبوع الأول المركز الأول. تقييم IMDb 6.8 من 10. تقييم الجمهور 79%. بيحكي عن طبيبة تواجه سلسلة من الأحداث الخارقة والمرعبة بعد مشاهدة حادثة مأساوية، لتكتشف ابتسامة غريبة تحوم حول الضحايا وتسبب لهم رعباً نفسياً شديداً. الفيلم مليء بالمشاهد المفزعة بصرياً وأشكال مرعبة مع موسيقى تضاعف التوتر والفزع. رأيي الشخصي: فيلم رعب بصري قوي جداً، مشاهد مفزعة وموسيقى مثيرة. I just don't want to put any more stress on my family. هيريديتاري 2018، بطولة توني كولت وأليكس وولف وإخراج آري أستر. الإيرادات حوالي 80 مليون دولار عالمياً، وترتيب البوكس أوفيس في الأسبوع الأول المركز الثالث. تقييم IMDb 7.3 من 10. تقييم الجمهور 89%. بيحكي عن عائلة تبدأ تواجه أحداثاً خارقة ومرعبة بعد وفاة الجدة، ليكتشفوا أسراراً مظلمة عن أسلافهم. الفيلم مليء بالمشاهد المفزعة بصرياً، مع موسيقى تصويرية تزيد من التوتر والرعب النفسي والمخيف جداً. رأيي الشخصي: فيلم مرعب بصرياً ومؤثر جداً، تجربة رعب صادمة ومثيرة. The Others 2001، بطولة نيكول كيدمان وإخراج أليخاندرو أمينابار. الإيرادات حوالي 209 مليون دولار عالمياً، وترتيب البوكس أوفيس في الأسبوع الأول المركز الثاني. تقييم IMDb 7.6 من 10. تقييم الجمهور 83%. بيحكي عن امرأة تعيش مع أطفالها في منزل مظلم، تكتشف نشاطات غامضة تحيط بهم، ويجب عليها مواجهة قوى خارقة غير مرئية. الفيلم مليء بالتوتر المستمر والرعب البصري المشوق. رأيي الشخصي: فيلم ممتاز، مزيج رائع بين الغموض والرعب البصري، تجربة فريدة للمشاهد. الكونجرينج 2013، بطولة فيرا فارميغا وباتريك ويلسون وإخراج جيمس وان. الإيرادات حوالي 319 مليون دولار عالمياً، وترتيب البوكس أوفيس في الأسبوع الأول المركز الأول. تقييم IMDb 7.5 من 10. تقييم الجمهور 96%. بيحكي عن عائلة تواجه نشاطات خارقة في منزلهم الجديد، ويستعينون بمحقق الظواهر الغامضة لإيقاف القوى الشريرة التي تهدد حياتهم. الفيلم مليء بالمشاهد المرعبة والرعب البصري المكثف مع موسيقى مثيرة. رأيي الشخصي: تجربة رعب ممتازة، إخراج وموسيقى رائعة تزيد من التوتر. ذا ديسنت 2005، بطولة شونا ماكنزي وإخراج نيل مارشال. الإيرادات حوالي 57 مليون دولار عالمياً، وترتيب البوكس أوفيس في الأسبوع الأول المركز الخامس. تقييم IMDb 7.2 من 10. تقييم الجمهور 85%. بيحكي عن مجموعة من النساء يذهبن في رحلة استكشافية إلى كهف غير مكتشف،
ليكتشفوا مخلوقات مفترسة تعيش في الظلام. مع تصاعد الأحداث يجبرنا على مواجهة مخاوفهم الداخلية والخارجية. الفيلم مليء بالمشاهد المرعبة والأجواء المكثفة. رأيي الشخصي فيلم مشوق ومثير، تجربة رعب قوية بصرياً.